اهلا وسهلا اعزائي على قناة تحديات ابو مازن، وياكم ابو مازن وابو مازن. يلا. مساء الخير، تحياتنا لكم. قرنابيط بلحم الغنم، قرنابيط. مرقص قرنابيط. اي طيبة ترى، اللي ما نجربها اللي ما يسويها. مجربها يجربها. طيبة. هذا تمن طيب. اي هذا مصيبة. اوه حار، بس هذا طيب اللحم كلش همينه. هم طيب. اي قرنابيط شوية بيقرطع أطيب بما يكون مايع ومفيد. اي اي والله عاشتيدش صارت مهمة ما فيها بالعافية. كلش طيبة، ايوتي حياتي. كلش طيبة. قال ماما سوي لنا قرنابيط اليوم. اي اني من الاكلات المفضلة عندي اكلة القرنابيط. شوية متأخرين عليكم أدري، يعني ما أعرف بعد ليش التأخير هذا، ليش أم مازن؟ إن شاء الله بس شوية مازن انشغالات يعني كل سنة جديدة لازم أكو أشياء وتحديثات بالحياة، فالله كريم إن شاء الله. تحديثاتكم. خاف عندنا انتخابات هنا. عادي، هذا الشيء عادي، شكرا عليه. النهار بدأ يطول، تشوفون الشبابيك؟ اي هم ما يشوفون بس أنا دا أشوف. لا يشوفون هاي شبابيك زرق شنو، كل مرة سودة مظلمة. طيب الأكل غير يطلع المخ. سلين هاي شلون طلعيتي بالخاشوقة؟ تدي؟ مالت هالخاشوقة همينة مو عريضة، يسألون أيوة. عندها ضلعة. شنو؟ طلعنا بالخاشوقة ضلعة صغيرة. ما يكون تقدر تلوج. انتي ما بتش؟ لا همين عريضة، ما يحتاج. لا تدمري نفسك. أهم شي المخ، بس اللحم عجبني كلش طعمه. طيب هذا شوف بالجداري الستيل من الحمص ايه شلون حسب الطبخ. ايه يقبل شويه الجداري الثقيل الجرانيت التيفال ايه ما احب احمس بيها، بس الستيل او فافون شلون يصير الحمس مالته حبه. بس الفافون له ستيل، يعني هي هو دا تصبر. اقول اثنيناتن الستيل والفافون، انا احبهن بحمس اللحم. يعني كانت عندي طاوه فافون تتذكر مال القص خبل يصير فيها. وين شو اسمه بقت خاصة مع شغلنا كان كنا مفتحين كرفان. شلون يصير بيها القص يجنن. من اللي ما يعرف كنا نبيع شاورما فلافل بوتيتا. ايه اشكال الوان الاشغال اشتغلنا الحمد لله. اي الشغل مو عيب، هذا واحد من عندهم، هذا شغل واحد من عندهم. مجتمع يريد هيجي شيء، يعني يريد تتذوق الاكل قدامه حتى يشتهي يسوي. ها شو تسوي؟ يعني هي كانت لحد الان اقولها كانت يعني بالضحك بالونسه يعني واحد بالضحك. اي هي بجت قناة مع الاكل يعني وقت كورونا
خطية تحط بس ما حد يشاهد. فقلت لها، فهي رأسا هبطت معنوياتها. اكو ناس ما تقدر يعني الا احد يشجعها الا. يعطيها دفعة شوية. اني لا، من ندخل بشيء الا اكمله، مو يحتاج حتى لو يصير العاصفة بوجهي، حتى لو ابقى على الشيء اللي براسي. المهم فأم مازن بعد ما مخلص شهر قالت شنو كذا ما اعرف شنو. ضاجت ما تريد. اي ايش قلت لها؟ وعقاي النعمة لحد الان اتذكر. قلت لها والله لخليها تصعد هاي القناة وبعد وياها قناة بلا شيء هيك وقت زمني. والله قلت لها انا خلال ايش قد قلت لك؟ ما قلت لك يمكن ما حددت الوقت. ما حددنا. شهر واحد بس ابث كل يومية. اذكرك بعد يعني. اي حتى الاهل كانوا مقابلين وعيب وكذا اي قاعد كل شيء ما عندي. بالبيت. منو كان يقدر يشتغل خطية بس اهل الصحة وقعت براسهم. وبعدين من رجع شوية الشغل على الأخير ما ضربت اني الإبرة على الأخير خفت له يجيني شغل ويعني مرات أطلع لين ألمانيا وأتغرب. طقيت الأوبر حرامات. وهي همينة على الأخير. هي عن النهايات كلش ما ردت اني اضربها. انت لا انت قلت لك تضربي انت ردتي. تروح واحد. قلنا راح نسافر. المهم خلال شهر صدت تفعلت القناة مالتها وقناتها هاي مال الأكل. شفت هذا المجتمع يريد مجتمع رغاب يريد أكل وهي لأن كانت فترة قاعدة مال كورونا والناس ما تطلع من بيوتها كل تقريبا دول العالم. فالتنفس الوحيد كان هو السوشيال ميديا. الناس تحب اي باوع تضحك. يعني حتى التلفزيون كانت الفترة كلها عن الوباء يعني نكد. فسويتها سويناها بشغل تنكيتي وسوالف والله حبيته وشوي شوي يزيدون وشوي شوي يزيدون. بس يعني غير من غير بلدان المتابعين غير الشرق الاوسط او بالاخص من غير العراق يحصلون حلو شغل هذا. اما من العراق قليل جدا فما تسوى التعب الصراحة. فآخر فترة هسه يعني ملينا يعني ما تسوى يعني ما مستفاد شيء بسيط. اي يمكن اكو ناس تدور ورانا واكو شغلات ويقول لك مثلا هذا او برامج هذا يوصل مئات الالاف الدولارات. بس هو مو هيك. هاي البرامج تحسب على المشاهدات اللي بالدول الأجنبية مو بالعراق. ما يعرفون بالعراق كل 1000 مشاهدة سنتات توصل ماكس إلى مثلا 30 سنت دولار. فشي بسيط يعني بالنسبة إلي هاي يمكن للي بالعراق تفيدها هاي المبالغ مثلا تتجمع شهريا. أنا بالنسبة إلي هاي ما تفيدني هنا. فكل ما أريد أسد ومازن نقول لا
وهي لان صورنا طالعه والدنيا كلها. يلا مرات ام مازن تقول اقول لها لا. واحد يقول مخلص. فانتوا شو تقولون؟ بعدين يجيك كم جحش. لا لا هسه ممكن بعد ماكو شوي. ماكو حوشه. يلا نعوف لك حوشه. كافي لو بعد. لا حطي بعد شوي. اي خلاص هذا. نفتح شنو حزام الامان لان باركرنا هسه احنا بالباركير. الله خيش أي. الكرفان. بدنا ناكل بالكرفان. هنا عندنا اعمالنا واشغالنا واستثماراتنا، ما واقفين انت او غيرك اللي قاعد يجدون من السوشيال ميديا ويجي يحكم. لا حبيبي، انت خليك بضيمة. صح يجوز باوروبا وهذا، بس كاتلك الوسخ لان هو هاي انتو يعني مع احتراماتي للمشاهد. الحمد لله والشكر. انا خلصت معوني كله. أي. بس ها هاي مو على مود الانتقادات لا، ابدا. والا كان من الاول بطلت. ربنا الاول كان انتقادات قويه، أي. وهي ناس تسوي قوقاء دائما. هذول على القنوات وهذول كاتلهم وسخ. اي يعني هي هاي اني اللي اريد اسدها وما تعجبني. هي تجيب بالعراق اجارك واكلك وشربك الشهري ودخانك ومصاريف سيارتك، ويمكن تقدر تشتري سيارة بالاقساط يعني هاي فاهم. فانت اخذها قاعدة يعني احسب حساباتك، بس مو بالشرط اني اروح افشخر ومشخر قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. هذا المقربين ما يعرفون عني ايش. عاد اجي اقول لك يا حبيبي. المهم احنا داخلين بمشاريع هسه حاليا ان شاء الله، ما يعني انتقاله الى المرحله الاخرى. الله كريم. مليت من الاثاث قد صار له اقل من سنه. ملينا من البيت. لا لا قول يا الله قول يا الله قول يا الله. خليك قول كيف. يا الله قول يا الله. بعدنا ما صار كلها 7 اشهر من اي واحد يجدد شنو عادي هو. عادي. والله ان شاء الله على قريب نجدد. الله والشكر. يعني اذا صار المشروع براسه خير ويتطلب الى النقله، يعني بهاي وضعيتي ما اقدر اسكن بهيك شيء ميلوك هي للناس اللي تجيني. لازم كل شيء شو اسمه كله شو اسمه. فالمهم اعزائي شكرا على المتابعه ودمتم دائما وابدا بصحه وعافيه. ان شاء الله نلتقيكم أكلة ثانية إن شاء الله. تصبحون على خير. مع السلامة. باي باي. باي باي.